السلام عليكم. الفيديو ده معمول للناس اللي شبهي. الفيديو ده للناس اللي من نفس المستوى المعيشي بتاعي. الفيديو ده للشباب اللي عايزه تعمل نفسها ونفسها تكون حاجه بنفسها وتعمل نفسها من غير ما حد يعملها. فلو انت اهلك سابوا لك حاجه فالفيديو ده مش ليك. لو الست الوالده بتصرف عليك فكمان الفيديو ده مش ليك. الفيديو ده للناس الرجاله اللي نفسها تكون حاجه كويسه. بص يا صاحبي، في بدايه حياتك قسما بالله ما هتلاقي حد يدعمك حتى لو بكلمه كويسه. لو قلت لواحد عايز يسافر السعوديه هيقول لك الناس نايمه في السجونات مش لاقيه شغل. لو قلت لواحد عايز يسافر الكويت هيقول لك الناس نايمه مش لاقيه شغل. طب خلاص مش هسافر خالص وهفتح مشروع ب 150,000 ب 200,000. ياما مشاريع نفس المشروع اللي انت عايز تفتحه قفلت ما نفعتش. طب خلاص هدور على شركه اخد فيها 5-6,000 جنيه واديني قاعد هنا. هيقول لك انت محتاج 20 سنه عشان تعرف تجوز نفسك. فمش هتلاقي حد يقول لك كلمه كويسه. ركز في نفسك وعندكش حاجه تخسرها ولا عندك حاجه خايف عليها. توكل على الله وجرب اللي انت عايز تعمله اعمله ايا كان. كل المجالات اللي في الدنيا فيها ناس ناجحه وفيها ناس فاشله. كل الدول اللي في الدنيا اللي الناس اللي بتسافرها فيها ناس بتشتغل وفيها ناس ما بتشتغلش. فما تحطش نفسك في فكره ان انا مش هشتغل. خلي نفسك دايما عندك التفاؤل انك هتنجح وهتشتغل. قسما بالله ما تلاقي حد يدعمك بكلمه كويسه طول ما انت لسه في بدايه حياتك. هتلاقي الناس تلف حواليك لو انت نجحت. هتلاقي الناس تيجي تقف جنبك لو انت نجحت. طول ما انت قليل ومش عامل حاجه لنفسك والله ما حد هيقف جنبك ولا يحترمك ولا يقدرك ولا يقول لك كلمه كويسه. اعمل نفسك بنفسك وطور من نفسك. طور من نفسك فكريا وطور من نفسك تعليميا وطور من نفسك على قد ما تقدر لمصلحه نفسك مش لمصلحه حد. لو فشلت الناس هتضحك عليك. لو ما عملتش حاجه لنفسك الناس هتضحك عليك. لو ما كنتش حد كويس لنفسك قبل الناس هتضحك عليك ومحدش هيحترمك. اتعب وكافح واشتغل عشان تكون في حته كويسه. اتعب واشتغل عشان خاطر السياره اللي نفسك فيها اللي بتشوف الناس راكباها تكون معاك. اتعب عشان خاطر تعمل لنفسك بيت كويس وحاجه محترمه انت تكون فخور بيها. اتعب عشان خاطر لما تحب تاخد بنت اي حد تقول له انا عايز بنتك ما يقولش الشاب ده فاشل. تكون شاب ناجح وتكون شاب شغال وتقدر تخش بيت اي حد وانت مطمن من نفسك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.